have the Kuwaiti national flag. We are ready to go. And that's the start. Start of the race. Everybody seems to be through into the everybody survived first corner. A little bit of contact there in the mid-pack, but the more experienced drivers hopefully عودة لكم مشاهدينا في صباح الخير يا كويت، ومثل ما تابعنا وياكم يعني هذا التقرير المبسط عن ضيفنا في اللحظات القادمة. لكن قبل أن نتكلم عن ضيفنا وقبل لا يعني حقيقة ناخذه في هذا اللقاء أنوار، بالفعل دائما يقولون الإنسان لما يحب له شغلة ويعني يحطها في باله بإمكانه حتى لو تواجه بعض العراقيل أو بعض الصعوبات ما يقعد خلينا نقول يعني يكون إنسان سلبي، لكن يحاول كثر ما يقدر ويجتهد كثر ما يقدر بحيث أنه هو يوصل للشيء اللي يبيه. وهالشيء بالفعل هذا هو اللي صار واللي حصل مع ضيفنا بطل يعني سباق الراليات الكويتي والمصنف عالميا لفئة 16 أو المصنف بالمرتبة 16 على مستوى العالم من خلال يعني هذا الكم من الإنجازات وهذا الكم الحلو من المسابقات اللي شارك فيها، وكان آخرها في إيطاليا 2012. في شهر 2012 قدر أنه هو يعني يحقق رقم طيب ومتميز كونه أول كويتي يطلع من الكويت ويشارك في مثل هذه المسابقة. مو أي مشاركة طبعا، مشاركة الكورت تو ستروك، يعني هو الوحيد العربي المشارك في هذا النوع من البطولة، وخاصة البطولة إن شاء الله في الشهر بريطانيا القادم إن شاء الله. في بريطانيا هو راح يشارك في راح ينتقل للمرحلة الثانية اللي هي ستروك 2، لكنه هو شارك في ستروك 4 في إيطاليا في شهر في سنة 2012 في شهر 12، وقدر انه هو يحقق انجاز طيب. واتصور يعني هالكؤوس وهالجوائز هي تتكلم عن ضيفنا المصنف عالميا نواف الصفي. بودي نقرب، ما ادري تجينا ولا نجيلك؟ صحيح. لا ما لا احنا نروح له راح نروح له ان شاء الله، وراح نتعرف عليه اكثر واكثر ونتعرف يعني على انجازاته ونتعرف عليه عن قرب ان شاء الله، وشلون قدر هو يصل الى هذا المستوى العالمي. لكن بعد هالفاصل يعني ما شاء الله مثل ما شفنا التقرير، يعني فخر كبير للبطل العالمي نواف السيرفي. الصراحة صدق الكويت ديرة صغيرة بس لها شبابها لهم مشاركات كبيرة في العالم. أكيد يعني تحياتنا للمتسابق العالمي نواف الصفي، حياك الله معنا في هالبرنامج في صباح الخير يا كويت. يا مرحبا فيكم. ساعة المباركة. بس لك ولا سويتش مال لا السيارة موجود؟ هذه موجود علشان ناخذه ان شاء الله. ان شاء الله. عساك على القوه. لو نبي نتكلم يعني عن هالمشاركه، مشاركتك الاخيره في 2012، شو اللي خلاك تشارك بهالمسابقه؟ اول شيء انا شاركت في البطوله هذه باسم الكويت مو باسمي الشخصي. انا ابي ارفع اسم الكويت بالمحافل العالميه. حلو. فحبيت ان اطلع بهالشغله هذه، فقلت خل اجرب حظي بالسباقات العالميه. حلو. والحمد لله وتصنفت 16. يمكن يلش السؤال عن قيمه السياره. والله قاعده افكر يعني انا بعرف هالسياره الصغيره والسيفت اللي فيها ايش كذا تكلفتها تقريبا؟ هذه السياره هي البدايه اللي هي اغلى تصنيف، الفور ستروك 4 ستروك 2 انجن. هذه قيمتها 1800 دينار. 1800 توصل عاد ل تقريبا احنا نقول 5000 6000 اللي هي عاد 2 ستروك. بس تكون فيها تجهيزات اضافيه. عفوا قلت 2 ستروك كم قيمتها؟
تقريبا توصل 6000 دينار. والله زين لا اسعارها. غالية 6000، خلينا على 1800 احسن. زين، واللي تشارك انت فيها في المسابقات وتحديدا في بريطانيا ان شاء الله في شهر 6، كم قيمتها؟ هذه اللي هي 6000. هي 2 ستروك تقريبا قيمتها يعني هي الحين تقريبا واصله 5000. خلاص عليش بالعافيه اذا تبينها انوار. بالنسبة للتو ستروك للبطولة إن شاء الله راح تشارك فيها، هل شاركت فيها من قبل ولا هذه المرة الأولى لك؟ لا هذه المره الاولى، بس قاعد اتدرب عليها في تجارب يعني تجارب شخصيه بروحي يعني وعلى حلبات، بس كمشاركه رسميه ان شاء الله شهر 6 ببريطانيا. إن شاء الله. إحنا قاعد نشوف ما شاء الله الكؤوس لا إله إلا الله أعدادها كبيرة، واعتقد ان لا مشاركات كثيره اكيد. اي صحيح. فشنو هالشغف بهالرياضه يعني؟ ليش حبيتها وشلون بلشت فيها؟ اول شيء بلشت فيها كهوايه عاديه. انا هم اتسابق سيارات رالي والجو كارت، فبلشت فيها ب 2001 و 2002 كشغله بسيطه. بعدين لا خلاص استهوتني اللعبه، والحمد لله من 2005 وانا قاعد اشارك بطولات، قاعد احاول اجمع نقاط عشان اطلع تصنيف اعلى. حلو. أنا عندي خبر يعني فقط بودنا نوضح القصة هذه أو الجانب هذا، نوضحه للمشاهد الكريم بأن هذه المشاركات هي اجتهاد شخصي مثل ما قلت أنا في بداية اللقاء أنوار. ذكرت بأن الإنسان إذا حب شغله وحب أنه هو يجتهد ويوصل لحلم هو حاطه في باله راح يوصل، ويعني أكبر دليل ضيفنا مثل ما قلنا نواف الصفي. هذه المشاركات هي اجتهادات شخصية من حضرتك أنت، ما في لك أي داعم ولا في عندك أي داعم أتصور. صحيح. كم تكلفك يعني قيمة هذه المشاركات؟ لو بنتكلم عن مشاركتك في إيطاليا بصراحة كم كلفتك؟ طيب صراحة فوق 5000. فوق ال 5000 دينار كويتي انت قاطهم على هذه المشاركة. وصلت ل7 يمكن. وصل 7000. اي بريطانيا كم راح؟ لأن هناك بإيطاليا أجر سيارة مع فريق أرخص لي من إني أشحن السيارة مع فريقي كان. حلو. فعندك شحن، عندك مصاريف الفريق، عندك الاشتراك، غير التذاكر والسكن. فافضل لك ان انت يعني انوار، افضل لك ان انت تاجر وتتعامل خلينا نقول مع ناس هناك يوفروا لك السياره. صحيح. لان اهم هو يكون عارفين حق الحلبه مالتهم اكثر مني واكثر من الفريق اللي راح يبقى معي. يعني تابع مع المشاهد يعني هذه اللقطات من مشاركتك في ايطاليا. نعم. ولان هناك صارت عندنا مشكله يعني بايطاليا. شلون؟ وايد مشاكل في ايطاليا صح. اي صحيح. انزين انا بسالك سؤال بخصوص شروط الاشتراك في هذه المسابقه، هل لها مقاييس معينه للي راح يتقدم في هذه كهذا نوع من البطولات ولا ممكن الكل يشارك؟ لا البطولات العالميه لا فيها قبلها تصنيف، وفي قبلها لازم كان مشاركات، ولازم عنده رخصه دوليه اللي هي CIK، فرع من الاتحاد الدولي اللي هي الFIA. اكون مشارك وعندي CV كامل عندهم عشان انا اقدر ادش البطولات هذه. من غيرها ما في لها مقاييس معينه مثلا؟ يعني مثلا الوزن؟ اي الوزن ان على حسب البطوله والدوله شنو مصنفين. مثلا احنا ببريطانيا الوزن ما يقل عن 80 كيلو. عندنا بالكويت الوزن مفتوح. وفي دول ثانيه لا يكون 70 كيلو، فكل منطقه لها وزن معين. لازم 80 كيلو عشان تقدر انت تشارك في مثل هذه المسابقات. ما يقل وزن عن 80 ما كيلو. يقل عن 80. اذا قليت عن اذا قليت راحت علي. لا راح يزيدون علي 2.5 كيلو على كل كيلو انا نازل منه. يعني هذه مشكله، تنزل وزنك وتزيد وزنك. يعني احس انه معاناه وحتى تتعب نفسيا. اي هذه لان لعبتنا فيها وايد يعني وايد اجتهادات، يعني فيها لياقه، فيها ان اعدل وزني، فيها ان تركيز وايد، فيها قوه تحمل. زين احنا قاعد نشوف السياره صغيره ووايد قريبه من الارض وشكلها هذا عامل السيفتي انه قريبه من الارض. صح. فنبي نعرف شنو العوامل السيفتي، يعني ما تنقلب؟ لا القلبه شويه صعبه. اوكي. لان هي تصير مع مستوى الارض نازله وايد. حلو. وكل ما سرعت كل ما صار فيها نظام الجي فورس باللفات قوي وايد. فهي نازله فما فيها يعني وحده. وبعدين عندنا التواير هي تواير سليكس، كل ما صاروا تواير حارين احنا نسميهم زين يقضبون بالارض اكثر. زين. عشان سرعات باللفات. تمام. انت يعني حققت خلينا نقول او تصنيفك 16 على مستوى العالم، لكن عندي خبر انا بان انت كنت تقدر توصل لاكثر او لافضل من هذا التصنيف. شو اللي عطلك او ما خلاك توصل للتصنيف اللي انت تبيه واللي يمكن هو حروه العاشر او التاسع؟ هو مشكلتين صاروا عندي. ان اول شيء الحلبه اول مره اتسابق عليها هنا كان ثلج.
وانا اول مره اسوق على الثلج، اي وكنت متقدم فيها ووصلت للسابع، حلو. وصار حادث باثناء السباق على اخر شيء، وخلاني ارجع ترتيبي للاربعه. كلمنا شلون الحادث صار؟ اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، السلام عليكم ان شاء الله. كنت يعني رايحين على الخط ستريت، وعندنا كيرف حلو، منحنى. 90 منحنى، وبعدين عندنا يتر. المتسابق اللي وراي كان وايد مسرع، وكان لانه مطر وقتها، ومتعود هو يمكن، فما كان مو ماخذ مسافه البريك ماله حق الكيرف احنا نسميه. فانا يوم لفيت هو سوى عندنا يسمونه شورت كات، قصر اللفه، فطار في السياره ونزل على كتفي، وصارت اصابه بسيطه يعني. حلو. يعني اكيد لابس انت وقيات لا، وشغلات إحنا كذي عندنا- وضد الحريق، الملابس احنا تكون- لبسنا سيفتي كامل، اللي هو هذا اللي انت لابسه. لابسه، وفي تحت مثل احنا نسميه الواقي، حلو. تحت يسكر على الصدر ويسكر على الجتوف ويسكر على الرقبه عندنا، وعندنا كل ملابسنا ضد الحريق، وعندنا ماسك تحت الهلمت ضد الحريق، والخوذه اساسا مصنفه اتحاد عالميا. هم من هذه يعني تحمل صدمات قويه انك انت ما تحس داخل. يعني انا وقت الضربه هي نزل على الخوذه ونزل على كتفي، انا ما حسيت بالخوذه، انا حسيت بس انه بالكتف نزل. فالاصابه هذه شويه اخرتني يلا لستة. تعوضها ان شاء الله في صحيح. بريطانيا في شهر 6 الحمد لله إن على شاء الله. السلامه. تصليح السياره يعني وين تصلحني بالكويت ولا شلون لا، يعني؟ احنا نبغى قطع غيار، اي والاشياء نقدر نصلحها هنا نقدر نصلحها، ما نقدر نصلحها مضطرين يعني توديها برا. مثل سيارتي الحين وديها ايطاليا عشان يسووا لي اياها، يضبطوا لي اياها كلها مينتنس كامل، وعاد بعدين احدد لهم وين يودوا لي اياها. حلو. فعلا. انزين، من شوي ذكرت لنا ان شنو هو الفور ستريك والتو ستريك. طبعا الفور ستريك مثل ما ذكرت ان هي الاقل من المتقدمه، والمتقدم هو التو ستريك. بس ما كلمتنا عن السرعه. هل تختلف كم في سرعة؟ السرعات؟ اي الفور ستروك هي رباع الاشواط يسمونها، اللي هي البنزين بروح والدهن بروح. المحرك هذا يعني راح نطلع احنا بالسياره مثل الحين هذه 110 سرعتنا 120. التو ستروك هي يسمونها ماكينه الخلط، بنزين مع دهن، اوكي. نفس اللي يسموها البلانسيات الحين هذول اللي في نفس أي. المكاين هذه. وصلت للحين سرعتهم 235. ما شاء الله. 235. اي اللي هي على السن يسمونها 235,000. سوبر ستروك 250 6 سبيد، 6 سرعات. 6 سرعات. زين امان، انا بسأله سؤال، إيه. سؤال اخير. انت لما تلف فوق تحت او مثلا شو يقولون عنها الزاويه هذه، كم سرعتها تكون الكور؟ اذا انه ما تقل السرعه عن كم؟ اللي ما فهمته نقل الناس يعني ما نقل على 90 كيلو. 90 كيلو. إيه. اوكي. هذا اذا إن كانت شاء الزاويه احنا نسميها تحت 90 نعم. تحت 90 درجه، نوصل 80 100 نوصل بعد فيها. موفق خير ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك بطل في بريطانيا في شهر 6 2013. كل الشكر للمتسابق العالمي والمصنف عالميا نواف الصفي. اشكرك على وجودك معنا في برنامج صباح الخير يا كويت، ونهديك ايضا ان شاء الله، نهديك من خلينا نقول من جروب صباح الخير يا كويت، راح نهديك هالاغنيه ان شاء الله او هالمقطوعه او المعزوفه اللي راح يعزفونها ان شاء الله الشباب هني في صباح الخير.